السلام عليكم. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض شاورما مصري خطيرة تنافس اللي بره. جبت نص كيلو من اللحمة قطعية طرية، قطعتها تقطعة الشاورما، ممكن تجيبوها جاهزة من عند الجزار. حطيت عليها مية بصلة كبيرة، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا، وشوية بهارات لحمة او بهارات شاورما، معلقتين كبار من الخل، عصرة ليمونة كاملة، وكوباية زبادي، وعليها شوية زيت. واهم حاجة ان هي تبات في التتبيلة 12 ساعة عشان الطعم يبقى قوي. واهم مكونين هيفرقوا في الطعم يخلوها زي بره النعناع والخل. حطيت شويه من النعناع المجفف او ممكن تحطوا الفريش في طاسه سخنه على النار. حطيت معلقه من السمنه بدل اللية، واول بقى ما الشاورما بتاعتي تبتدي تخش في السوا وتاخد لون، احط عليها بصلايه كبيره متقطعه جوليان وطماطميتين متقطعه مكعبات، وهنزل عليهم بقى بشويه بقدونس، اقلبهم كويس. واول ما يتجانسوا هنزل بسلطه الطحينه الخطيره اللي هكتب لكم كل مكوناتها في الكابشن. نزلت بالطحينة، هبتدي اقلب واشوف لو ناقصها حاجة. انا حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل وبس كده. هطفي النار وابتدي بقى اعمل السندوتشات بتاعتي. ممكن تعملوا عيش كايزر او العيش ده، انا بحب العيش ده. حطيت بقى شاورما وحط عليها بقى شوية من الطحينة، وعشان اليوم يكمل عملت عصير مانجا عشان احس ان انا باكل بره كده. وشوفولي بقى يا جماعة الحلاوة، بجد حلوة جدا، خطيرة وهتعجبكم وسهلة، وجربوها. ألف هنا.